السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بطلاب حبايب طلاب الصف الرابع الابتدائي. أنا مس يمنى وهديكم مادة العلوم. النهاردة يا شطار هناخد آخر درس معانا في المفهوم الأول بتاع التكيف والبقاء. الدرس الأول ده يا ولاد بيتكلم عن الأنشطة اللي بيقوم بيها الإنسان وبتأثر على البيئة. تعالوا كده نتخيل اللي احنا عايشين في بيئة. البيئة دي يا ولاد ربنا خلق البيئة دي سبحانه وتعالى، فيها بيعيش مجموعة من الحيوانات، عدد معين من الحيوانات بيعيش في البيئة دي. فده كده بنسمى الحاجة دي اسمها بالنظام البيئي. لغاية هنا كل حاجة والأوضاع مستقرة والدنيا تمام، لغاية لما جه الإنسان وتدخل الإنسان في النظام البيئي ده. وطبعا لما الإنسان بيدخل بيضر بالنظام البيئي اللي احنا عايشين فيه. فعمل ايه بقى الإنسان ده؟ الإنسان ده يا ولاد أول حاجة عمل إن هو قطع الغابات. يعني الإنسان ده نسي إن فيه حيوانات بتعيش في الغابة، فبتحتاج إن هي تتغذى على الأشجار والشجيرات اللي موجودة في الغابة، فقام هو قطعها لي. طب قطعتها ليه؟ قالك عشان أعمل من أجل البناء والزراعة. أنا عايز أزرع وابني مجتمع عندي، فأنا محتاج المساحة بتاعت الغابات دي. طيب والنباتات والحيوانات دي بقى ماليش دعوة، أنا عملت قطع للغابات، وده طبعا هيأثر على النباتات والحيوانات اللي موجودة. شوية كده هنلاقي الإنسان أساسا اتضر بسبب الحاجات اللي هو بيعملها دي. تاني حاجة لقينا الإنسان بيعمل حاجة اسمها تجريف المراعي وتسوية التربة. انت يا عم الحاج ليه بتعمل كده؟ قالك يعني ايه تجريف المراعي؟ يعني جه عند اول طبقة من التربة وزالها، واول طبقة دي يا ولاد بتكون خصبة، وان هي بتقدر ان النبات تنمو، بتساعد على نمو المحاصيل. فانت كده قطعت لي الطبقة الخصبة اللي بتساعد على نمو المحاصيل والبذور عشان تدينا نبات. قالك كمان مسكتش ربنا ما هدهوش، عمل ايه؟ عمل يا ولاد حاجة كمان اسمها إدخال أنواع جديدة من النباتات والحيوانات. يعني البيئة دي ربنا أساسا سبحانه وتعالى خلق إن يعيش فيها عدد معين من الحيوانات والنباتات. طب أنت ليه بتدخلي أنواع جديدة من النباتات والحيوانات دي؟ ما أكيد إحنا هنفقد المحاصيل والموارد الطبيعية اللي إحنا عايشين عليها، لأن هي مش هتكفينا كلنا. وكمان يا ولاد عمل حاجة اسمها إزالة المراعي من أجل بناء مجتمعات عمرانية جديدة. هو انت عشان تمليني مجتمع عمراني جديد تقوم زايلي المراعي بتاعتنا؟ شوف الانسان عمل ايه وضر بالبيئة ايه عمل. هيجي يقول لك ما الأنشطة البشرية التي تدخل بها الإنسان وأضر بها في البيئة. عمل أول حاجة قطع الغابة، قطع الغابات دي من أجل البناء والزراعة. تاني حاجة عمل حاجة اسمها تجريف المراعي وتسوية التربة، يعني شال الطبقة الأولى الخصبة اللي بتساعد على نمو النباتات. بعد كده أدخل أنواع جديدة من النباتات والحيوانات، وكمان عمل على إزالة المراعي من أجل بناء مجتمعات عمرانية جديدة. يعني كان دي مناطق زراعية بتساعد على نمو المحاصيل بتاعتنا، أم هو زالها عشان يبني مجتمعات عمرانية جديدة. هل البيئة هتتأثر بسبب الأنشطة البشرية اللي الإنسان بيقوم بيها؟ هل هتتأثر؟ نعم هتتأثر. البيئة طبعا بتاعتي يا ولاد هتتأثر بسبب الأنشطة البشرية اللي الإنسان بيقوم بيها دي. أول حاجة أصلا هيسبب لي حاجة اسمها تلوث الهواء، هيحصل عندي تلوث هواء. طب تلوث الهواء ده بيجي منين؟ الهواء ده يا ولاد زي ما احنا اتفقنا ان هو بينتج لنا ايه؟ الأكسجين. فانت لما تلوث لي الهواء اللي هو اساسا بينتج لي الاكسجين اللي احنا بنتنفسه، فده هيأثر على البيئة وهيأثر برضو عليا انا كمان كإنسان. يبقى تلوث الهواء ده اساسا بيجي من ايه؟ قالك مش انت بنيت وعملتها لي مجتمع عمراني، يبقى اكيد في مصانع، واكيد الناس اللي ساكنة دي بيبقى معاها سيارات، يبقى هتسبب لي تلوث هواء بسبب عوادم
السيارات ودخان المصانع، وده التي تعمل بشكل غير صحيح، لان اكيد المصانع دي لازم ان هي تتبني في مكان مفهوش مش مأهول بالسكان، لازم يكون في مكان تهجره فيه السكان. ليه؟ عشان الأبخرة والدخان اللي بيطلع من المصانع المضر بالبيئة، عشان بيلوث لي الهواء. تاني حاجة، بدل ما احنا نستخدم السيارات اللي بيبقى فيها بنزين، ممكن ان احنا كنا نستبدلها بالسيارات الكهربائية، ده عشان ما يلوثليش الهواء. تاني حاجة قالك ما هو الإنسان ده كمان عمل لي حاجة اسمها تلوث المياه. طب انت لوثت المية ليه؟ قالك ان الناس دي ربنا مش هديها، بتعمل على إلقاء المخلفات في مياه الجارية والتربة، فده طبعا لوث لي المية اللي احنا بنستخدمها، وده برضو هيأثر على الإنسان. يبقى أول حاجة لوث لي الهواء، تاني حاجة لوث لي المية. ده لوث الهواء بسبب عوادم السيارات ودخان المصانع اللي بيعمل بشكل غير صحيح. تاني حاجة عمل لي تلوث المية، لأن هو ألقى المخلفات بتاعته في المية اللي احنا بنستخدمها والتربة اللي احنا برضو بنستخدمها. طيب، وده سبب لي برضو أكيد تلوث التربة لما بنيجي نزرع النباتات. طيب، تالت حاجة قالك ان في انواع من النباتات والحيوانات مش قادره ان هي تستقر مع الحاجات دي، فده تسبب في انتقال الحيوانات من البيئه، من النظام البيئي اللي هي عايشه فيه الى نظام بيئي اخر بيلبي احتياجاتها، فكده هو عمل على تهجير الحيوانات وبانتقال الحيوانات من نظام بيئي الى اخر يلبي احتياجاتها. يبقى عامل الانسان ده بوظ لي طبيعه الكون اللي احنا عايشين فيها او النظام البيئي. اول حاجه لوث لي الهواء، ولوث لي الميه والتربه بسبب القاء للمخلفات، وكمان الحيوانات لما لقت ان هي مش قادره تلبي احتياجاتها في النظام البيئي ده انتقلت الى نظام بيئي كمان. وكمان في حيوانات اختفت وانواع من النباتات اختفت وما عدناش ان هي موجوده، فده بسبب ادى الى بقى ممكن يكونوا ماتوا، حصل لهم اي حاجه، او اتدهوروا بسبب ان العوامل بسبب الانشطه البشريه اللي الانسان قام بيها، ان هو قطع لي الغابات، ازل لي المراعي، عمل تسويه للتربه، كمان ان هو ممكن يكونوا ماتوا، حصل لهم اي حاجه، او اتدهوروا بسبب ان العوامل بسبب الانشطه البشريه اللي الانسان قام بيها، ان هو قطع لي الغابات، ازل لي المراعي، عمل تسويه للتربه، كمان ان هو من النباتات والحيوانات الجديده. فادى الى ده كله ادى الى اختفاء انواع اصيله من النباتات والحيوانات. يبقى ايه هو التأثير؟ هيجي يقول لك اذكر تأثير البيئة، هي ايه تأثرات البيئة بسبب الأنشطة البشرية. تأثرت البيئة ازاي؟ اتلوث الهواء، اتلوث المية، انتقل الحيوان من نظام بيئي لنظام بيئي آخر، اختفاء أنواع أصيلة من النباتات والحيوانات. طيب، هل الحاجات دي بتأثر على الإنسان زي ما هي أثرت على النباتات والحيوانات؟ هتأثر على الإنسان، وتعالوا نشوف هتأثر ازاي على تأثر التغيير على حياة الإنسان. طبعا التغيرات دي برضو زي ما هي أثرت على النباتات والحيوانات هتأثر لي على الإنسان. الإنسان بقى ما هو عايش في البيئة دي، فأول حاجة لما هو لوث لي الهواء اللي هو موجود فيها، فده أدى إلى صعوبة التنفس، هو مش قادر يتنفس، صعب ان هو يتنفس قوي. والهواء ده بيكون ملوث بالملوثات زي ما هو عمل عوادم السيارات وأبخرة المصانع، فده يسبب أمراض الصدر زي تلف الرئتين، اللي هو بين قوسين تلف الرئتين، وكمان ان هو ممكن يسبب لي أمراض، ربنا يشفي ويعافي كل مريض، أمراض القلب. تاني حاجة، وهو الإنسان بيحتاج إن هو يتنفس ويشرب وياكل، فهو كمان صعب إن هو يحصل على مية نظيفة عشان هو ألقى المخلفات والمواد الضارة في المية الجارية اللي احنا ما بنشرب منها. يبقى كمان لقى إن في صعوبة في
الحصول على المياه النظيفة. طيب يا ولاد، كمان مش احنا قلنا ان هو عمل ازالة للمراعي وجرف التربة وعمل على تسوية التربة وتجريف المراعي اللي موجودة فيها، وطبعا دي هي الطبقة الخصبة اللي بتساعد على نمو النبات. وجد كمان في صعوبة في عدم نمو المحاصيل الزراعية. دي برضو حاجات أثرت عليه بسبب ان هو ازال المراعي وعمل تجريف للتربة وعمل مكانها بناء بمجتمعات عمرانية جديدة، فده ادى ان مفيش محاصيل هتنمو ولا هيحصل انبات للبذور الا لو لقت اللي هي المكان المناسب ليها ان هي تنمو فيه، غير كده مفيش. يبقى ده التغيرات اللي على حياة الانسان. وجد ان هو صعوبة في التنفس لان هو لوث لي الهواء بأبخرة المصانع وعوادم السيارات. تاني حاجة بسبب ان هو القى النفايات والمواد الضاره في المياه، فصعب ان هو يحصل على ميه نظيفه. وتالت حاجه ما لقاش ان مع عدم نمو المحاصيل الزراعيه لان هو عمل على ازاله المراعي وجرف لي التربه والمحاصيل الزراعيه اللي موجوده اللي هي الطبقه الخصبه اللي بتساعد على نمو النبات. طيب هل يمكن ان الانسان ده بقى يا ولاد يصلح اللي هو بوظه في البيئه؟ الانسان زي ما هو بهدل البيئه كده ممكن ان هو يعيد بناء اصلاح البيئه اللي هو بوظها دي. تعالوا نشوف ازاي الانسان ده هيبدا ان هو يصلح البيئه اللي هو بوظها دي. بص يا ولاد، الجزء ده جزء نظري وبيجي اذكر او مقالي، فلازم تكون تحاول ان انت تفهم معايا كده وتحفظها واحده واحده. يعني انا كاتب لك اهو التاثر الطويل ازاي، يبقى صعوبه التنفس، صعوبه الحصول على مياه نظيفه، عدم نمو المحاصيل الزراعيه. طب الانسان ايه الانشطه البشريه اللي قام بيها؟ عمل على ازاله قطع الغابات، ازاله المراعي، ادخل انواع جديده من النباتات والحيوانات، ازال المراعي عشان يبني مجتمعات عمرانيه جديده. فهي الكلام سلس وسهل لو فهم. ايه ده؟ الى طبيعته مره تانية. طب الانسان ازاي هيرجع لي النظام البيئي بتاعه الى طبيعته مره تانية؟ هو مش الانسان ده قطع لي الغابات التي قطع لي الغابات، يبقى يعمل ايه؟ اعاده الغابات التي أزيلت. يبقى إعادة، يبقى أول حاجة مش هو قطع لي الغابة، يرجع لي الغابة اللي هو قطعها. يبقى إعادة زراعة الغابات التي أزيلت، ده أول حل. انت لو رجعت لي الغابة هنلاقي النباتات والحيوانات الأصيلة موجودة في البيئة بتاعتها ومش هتنتقل إلى نظام بيئي آخر يلبي احتياجاتها. فانت لما تلاقي كده هتلاقي ايه؟ فانت لما عملت اعاده للزراعه الغابات التي ازيلت هتلاقي كده اللي انت عملت الحفاظ على النباتات والحيوانات الاصيله. طيب كمان انت مش لوثتلي الهواء والميه، لوثتلي الهواء عن طريق عوادم السيارات والمصانع. طيب والميه انت كنت بتلقين النفايات والمواد الضاره فيه، فانت كمان تتخلص لي من العناصر الملوثه للميه وللهواء. يبقى هتعمل لي ايه؟ التخلص من العناصر الملوثه للمياه والهواء. يبقى انت ممكن هيجيلك سؤال اكمل يقول لك يمكن إعادة النظام البيئي إلى طبيعته عن طريق إيه وإيه وإيه؟ أول حاجة زراعة الغابات التي أزيلت، تاني حاجة الحفاظ على النباتات والحيوانات الأصلية على أنواع النباتات والحيوانات الأصلية، تالت حاجة اللي أنت تتخلص لي من العناصر الملوثة للمية وللهواء. يحدث إذا تعرض الإنسان لمستويات عالية من تلوث الهواء. احنا لو تعرضنا لمستويات عالية قوي من تلوث الهواء من أبخرة المصانع وعوادم السيارات هنلاقي ان الإنسان ده يبقى إصابة الإنسان ده هيسبب لنا الألم في الصدر بتاعنا، هنقعد نكحكح بقى، فده هيسبب لنا ألم في الصدر. يبقى إصابة الإنسان بألم الصدر زي ايه؟ قال لك ممكن يحصل اللهم احفظنا يشفي عافية كل مريض تلف الرئتين، وممكن كمان الموضوع يتدهور ويسبب لي إصابة بأمراض القلب.
يبقى هيقول لك ماذا يحدث اذا تعرض الانسان لمستويات عاليه من تلوث الهواء؟ هيصيب الانسان ده بالام الصدر او بامراض الصدر. ايه هي امراض الصدر دي يا ولاد؟ امراض الصدر دي اللي هي تلف الرئتين او الاصابه بامراض القلب. علل لماذا تنتقل الحيوانات من بيئتها او من نظام بيئي بتاعها الى نظام بيئي اخر؟ ليه يا ولاد الحيوانات دي انتقلت من البيئه بتاعتها النظام بتاعها لنظام بيئي اخر؟ ليه؟ بسبب هي البيئه اللي عايشه فيها حصل فيها ضرر، فهي راحت لبيئه تانية عشان تلبي احتياجاتها من الغذاء والمأوى والشراب اللي هي والميه. يبقى بسبب الضرر الذي أصاب نظامها البيئي لذلك انتقلت إلى نظام بيئي يلبي لها احتياجاتها. احتياجاتها دي يا ولاد زي ايه؟ اكيد المأوى، يوفر لها مأوى مكان نضيف ان هي تعيش فيه. تاني حاجة يوفر لها الغذاء، تلاقي اكل تاكله، وكمان يوفر لها مية نظيفة تقدر ان هي تشرب منها. يبقى لماذا بتنتقل الحيوانات من بيئة للبيئة تانية؟ عشان الضرر اللي اصاب بالبيئة بتاعتها، لذلك هي اضطرت ان هي تنتقل لنظام بيئي اخر يلبي احتياجاتها زي المأوى والغذاء والمية. طيب ده كده يا سنة رابعة كان الدرس بتاعنا، وده كان الدرس الخامس اللي هو نهاية المفهوم الأول بتاع التكيف والبقاء. وكده خلصنا المفهوم الأول يا سنة رابعة. واللي وصل لنهاية الفيديو ما ينساش يحط لي اللايك ويعمل لي اشتراك سبسكرايب في القناة ويفعل زر الجرس، وطبعا تشارك الفيديو ده مع أصحابك. وأشوفكم في فيديو تاني، وإلى اللقاء وفي رعاية الله، وبحبكم جدا. باي باي.